لهذه المناسبة الفاكهة والحلوى التي أمر جلالة الملك المعظم أن توزع على الجنود هدية من جلالته. وقد وصل معالي الوزير إلى مكان الاحتفال، ثم ألقى كلمة بليغة أشاد فيها ببطولة قوات الفلوجة، ونوه بعمل شارة خاصة بهم، ثم وضعها معاليه على كتف الأميرلاي السيد طه بيك، وأعلن عن الإنعامات السامية التي أربى عددها على 1700. واختتم الحفل بالهتاف بحياة جلالة الملك قائد الجيش الأعلى. وبعد وصول قوات الفلوجة إلى معسكراتها بالعباسية، قصد معالي الوزير إلى هذه المعسكرات، حيث صافح معاليه حضرات الضباط والصف ضباط وجنودا يمثلون لواء ووحدات الفلوجة. وكان في استقبال معاليه سعادة اللواء عثمان المهدي باشا رئيس هيئة أركان حرب الجيش بالنيابة، واللواء فؤاد صادق باشا قائد القوات المحاربة في فلسطين، والأميرلاي السيد طه بيك قائد حامية الفلوجة، ولفيف كبير من كبار ضباط الجيش المصري. وقد مر معاليه بأنحاء المعسكر متفقدا كل شيء وعنابر النوم. واستعرض معاليه بعض الأسلحة، فأبدى إعجابه بكل ما رأى. واختتمت الزيارة بأخذ صورة تذكارية لمعاليه مع قائد وضباط الفلوجة. وغادر معاليه المعسكر بين الهتاف بحياة جلالة القائد الأعلى للجيش المصري. ليس في قدرة الكاتب مهما أوتي من البيان والقدرة على التعبير أن يصف تلك المعاني الرفيعة التي تجلت في احتفال مصر باستقبال أبنائها أبطال الفلوجة. فقد احتشدت جماهير الشعب كأنما تستقبل عيدا من أعز أعيادها. احتشدت عشرات الألوف لتحيي أولئك الأبطال الذين هزأوا بالحصار، وقهرت عزائمهم الحديد والنار، وكللوا بموقفهم الخالد هامة مصر بالفخار وأكاليل الغار. لقد كرمت مصر جيشها الباسل في أشخاص ضباط الفلوجة وجنودها، وكانت التحية التي وجهتها الأمة إلى أولئك الأبطال مظهرا رائعا لتلك الروح القوية الكامنة في صدور بنيها، وبرهانا واضحا على أن الأحداث الرهيبة التي تألبت عليها في ماضيها القريب لم تقوى على إخماد هذه الروح، وإنها لروح تدعو إلى الأمل في مستقبل زاهر مجيد تستعيد مصر به مجدها وسيادتها في وارث ظلال عاهلها الفاروق العظيم. احتشدت الجموع في طريق موكب الأبطال، وغصت الشرفات بالأوانس والسيدات، وتناثرت الأزهار على هذا الموكب التاريخي الخالد، وانتشرت على امتداده الزينات والأعلام، وقد كتب على كثير منها عبارات التحية والتكريم لأولئك البواسل العائدين من الميدان. وكانت الجماهير الحاشدة تردد الهتاف بحياة جلالة الفاروق قائد الجيش الأعلى، وقد طغت موجة الحماسة بالجماهير المكدسة عندما مرت بهم صفوف الجنود الذين اشتركوا مع إخوانهم في شرف البطولة التي سجلها الجيش في الفلوجة، فارتفعت الهتافات تشق أجواز الفضاء بحياة مصر والسودان ووحدة وادي النيل.
كذلك غلبت الحماسة كثيرا من الشيوخ والشباب الذين شاهدوا موكب الأبطال فشقوا الصفوف ليعانقوا الضباط والجنود وليطبعوا على جباههم التي لفحتها شمس الميدان في الصحراء قبلات التقدير والإعجاب تعبر عما تنطوي عليه صدور أبناء الوادي شماله وجنوبه لجيشهم العظيم.